بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 4 يونت 4 كونسبت 4.1. والنهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض ليسون 5، وهو يعتبر اخر ليسون او اخر درس عندنا في كونسبت 4.1. وكالعادة قبل ما نشرح الحلقة بتاعتنا وقبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة بتاعت النهاردة، أحب أفكركم بأن لازم تكون الأدوات بتاعتكم متواجدة معاكم، زي الورقة والقلم والكتاب بتاعنا أو المذكرة اللي بنذاكر فيها، علشان نذاكر الحلقة مع بعض بالورقة والقلم ونستفيد من الوقت اللي احنا بنقعد فيه نتفرج على الحلقة. ودلوقتي يا شباب هنخرج فاصل صغير جدا علشان أسيب لكم فرصة تجيبوا الأدوات بتاعتكم وترجعوا تتابعوا حلقة النهاردة للنهاية. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبتدي نشرح مع بعض ليسون 5 اللي هو اخر درس معانا في كونسبت 4.1. طبعا كونسبت 4.1 يا شباب للتذكرة كده عشان نفتكر مع بعض، كان بيتكلم عن breaking down and moving rocks، يعني ايه؟ تكسير وتحريك الصخور. هنبدأ النهاردة بالاكتيفيتي نمبر 13، والاكتيفيتي دي بتتكلم عن evidence of change، يعني دليل التغيير او الدليل على التغيير اللي حصل في الايرث سيرفيس او في سطح الكرة الارضية. ايه الادلة اللي موجودة عندنا بتثبت ان الصخور ديت حصل لها بريكنج داون، حصل لها تكسير، وحصل لها موفينج او حصل لها عملية انتقال او نقل من مكان لمكان اخر؟ بيقول لي في البداية كده هنبدأ نسأل نفسنا سؤالين زي ريفيجن كده او مراجعة على الحاجات اللي احنا درسناها في الليسونز اللي فاتت. يقول لي put right or wrong، ضع علامة صح أو خطأ. the erosion process happen very slow، عملية التعرية أو عملية التآكل بتتم ببطء جدا. رايت ولا wrong يا شباب؟ برافو عليكم، رايت. ليه؟ لأن احنا اتفقنا إن عملية الويذرينج والإيروجن وعملية الديبوزيشن بياخدوا فترة طويلة من الزمن، يبقى اكيد عملية الايروجن اللي هي عملية التعرية او التآكل هتحصل ببطء، صح كده؟ طيب تاني سؤال بيقول لي the deposition process happen without erosion، هل ممكن يحصل عملية ترسيب بدون ما يحدث عملية تعرية؟ رايت ولا رونج؟ طبعا الكلام ده رونج، لان هما 3 processes او 3 عمليات مرتبطين ببعض. يحصل الاول weathering، بعدين يحصل erosion، بعدين يحصل deposition، صح كده يا شباب؟ جميل جدا. تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي from the previous lessons، من الدروس اللي فاتت we have learned that، اتعلمنا شوية معلومات مهمين جدا. زي ايه؟ بيقول لي the surface of the earth is continuously changing from time to time، يعني سطح كوكب الأرض مستمر في التغيير من وقت لوقت آخر، أو التغيير بيحصل فيه بشكل مستمر، يعني سطح الكرة الأرضية مش ثابت وبيتعرض للتغيير بشكل مستمر. تاني معلومة عرفناها there are 3 processes that have an important role in changing the earth's surface which are weathering, erosion, deposition. يعني ايه؟ في 3 عمليات ليهم دور مهم في تغيير سطح كوكب الأرض. زي ايه ال3 عمليات دول؟ احنا لسه قايلينهم في السلايد اللي فاتت حالا. weathering اللي هو عملية التكسير بتاعة الصخور، ايروجن عملية التعرية أو التآكل اللي هي نقل الصخور الصغيرة اللي اتفتتت من مكان لمكان، ديبوزيشن عملية الترسيب وهو تراكم الصخور اللي اتكسرت في مكان جديد فوق بعضها وتكون أو بتشكل مجموعة من الطبقات. تمام كده؟ طيب دلوقتي احنا عايزين نتعلم ايه تاني؟ قال لي now we will study how these processes happen in order. دلوقتي احنا هنتعلم او هندرس مع بعض ازاي العمليات ديت بتحصل بالترتيب اللي احنا اتفقنا عليه. تعالوا كده نشوف الترتيب بتاع العمليات. قال لي اول حاجة يحصل ويذرينج، تكسير للصخور، بعدين يحصل ايروجن، تعرية تتنقل من مكان لمكان، بعد كده يحصل ديبوزيشن اللي هو ترسيب. قال لي طب تعالى نبدأ بالويذرينج كده. It is caused when wind or water
wears down rocks or the shape of landform is changed by mechanical or chemical processes. يعني ايه؟ يعني ان الويذرنج دوت بيحصل بسبب الرياح او المياه لما تكسر الصخور، فالشكل بتاع الارض او في الشكل بتاع تضاريس سطح الارض بيتغير من خلال عمليات يا اما ميكانيكيه يا اما كيميائيه. ليه؟ علشان احنا عندنا ميكانيكال ويذرنج وعندنا كيميكال ويذرنج، صح؟ يعني الويذرنج او عمليه تكسير الصخور بتحصل بطريقتين، في طريقه ميكانيكيه وفي طريقه كيميائيه. طبعا الطريقه الميكانيكيه مش بتغير تركيبه الصخور، انما الطريقه الكيميائيه بتغير تركيبه الصخور. خليكم فاكرين المعلومه دي كويس. طيب بيقول لي بقى erosion، تاني خطوه اللي هي التعريه او التآكل. قال لي it is caused when wind or water moves materials from one place to another. يعني ايه بقى الكلام ده يا مستر؟ يعني عمليه الايروجن او التعريه بتحصل بسبب الرياح او المياه. طيب امتى؟ قال لي لما تحرك المواد اللي اتكسرت من مكان لمكان اخر. يعني الصخور دي بعد ما اتكسرت الميه او الهواء هياخدوها ويجروا بيها وينقلوها من مكان لمكان تاني. طيب تالت ستيب او تالت خطوه عندنا اللي هي deposition، عمليه الترسيب او عمليه الترسب. طب دي بيحصل فيها ايه؟ قال لي it occurs when eroded material stop moving and still on surface often forming layers over time. يعني ايه؟ يعني عملية الترسيب دي بتحصل لما المواد اللي تم تجريفها، يعني اللي اتنقلت من مكان راحت لمكان تاني، توقفت عن الحركة وبعدين استقرت على سطح المنطقة دي. يعني الصخور اللي اتكسرت هنا اتنقلت عن طريق المية من المكان ده لمكان تاني، ولما اتنقلت للمكان التاني بطلت تتحرك وبعدين بدأت تتراكم فوق سطح الأرض طبقة فوق طبقة فوق طبقة، وبمرور الوقت هنلاقي عندنا صخور جديدة اتكونت أو جبل جديد اتكون مكون من عدة طبقات. الطبقات ديت عبارة عن الصخور اللي اتكسرت زمان وبدأت تتراكم أو تتكون بطريقة معينة فوق بعضها وكونت صخور جديدة، أو غيرت اللاند فورم اللي هو التضاريس بتاعت سطح الأرض. اتفقنا كده؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي by the action of 3 previous processes we can observe changes in the earth's surface such as. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من خلال الافعال اللي عملتها الثلاث عمليات السابقه اللي هي الويذرنج والعمليه الثانيه اللي هي الايروجن والعمليه الثالثه اللي هي الديبوزيشن ممكن نلاحظ التغيرات اللي حصلت لسطح كوكب الارض. قلت له ازاي؟ قال لي اتكون حاجه اسمها ساند دونز اللي هي الكثبان الرمليه اللي هي جبال الرمله الناعمه اللي انتوا شايفينها دي which are small hills of sand found in a desert or on top of a beach. يعني ايه؟ يعني وهي عباره عن تلال من الرمال، تلال صغيره من الرمال اتكونت في المناطق الصحراويه او بتتكون على قمم الشواطئ او على المناطق اللي فيها رمال على الشواطئ. قال لي كمان اتكونت حاجه اسمها دلتا. دلتا ايه الدلتا دي؟ احنا اتفقنا عليها. قال لي which is a piece of land، هي قطعه من الارض shaped like a triangle، شبه المثلث، شبه اللي احنا شايفينها دي كده، that is formed when a river enters a large body of water such as sea or ocean. يعني ايه؟ يعني هي عبارة عن حتة أرض أو قطعة أرض على شكل مثلث بتتكون لما النهر، مية النهر تدخل مع مية البحر أو لما مية النهر تقابل مية البحر. تمام كده؟ قال لي إيه تاني؟ قلت له في نوت صغيرة كده خد بالك منها. erosion and deposition are linked processes. يعني إيه؟ يعني عملية التعرية وعملية الترسيب عمليتين مرتبطين ببعض. إزاي؟ قال لي erosion doesn't occur in one place without deposition in another and vice versa. يعني ايه؟ يعني عملية التعرية مش بتحصل في مكان بدون عملية الترسيب. تمام؟ لازم الاتنين يحصلوا مع بعض والعكس صحيح. يعني لو حصل erosion هيحصل deposition، ولو حصل deposition اكيد يبقى حصل erosion. يعني العمليتين linked processes، عمليات مترابطة او مرتبطة ببعضها. تمام كده يا شباب؟
تعالوا نكمل مع بعض، ووصلنا لسؤال check your understanding، سؤال اختبار الفهم. طبعا هنستخدم الwords دي او الكلمات ديت علشان نعمل complete للsentences اللي موجودة قدامنا. طبعا الاسئلة دي يا شباب مستر احمد مش بيحلها، صح؟ مستر احمد بيشرحها وبيطلب مننا نوقف الفيديو لحظة وبعدين نكتب الاجابات تحت في الكومنتس او في التعليقات اللي اسفل الفيديو. تعالوا نشرح كده الثلاث اسئلة. بيقول لي رقم 1 او نمبر 1 the process in which rocks are broken down to form sediments is called، يعني العملية اللي من خلالها الصخور بتتكسر وتكون رواسب اسمها ايه؟ طبعا حضراتكم اللي هتختاروا الإجابة الصح. تاني سؤال معانا بيقول the process in which the eroded rocks stop moving and settle on the surface is called، يعني العملية اللي من خلالها الصخور المجرفة، يعني اللي تم تجريفها اللي اتنقلت من مكان لمكان، بتتوقف عن الحركة وبتستقر على سطح الأرض اسمها ايه؟ تالت سؤال the process in which sediments are transported by water or wind from a place to another is called، العملية اللي من خلالها الرواسب بتنتقل عن طريق المية أو الرياح من مكان إلى مكان آخر اسمها ايه؟ يلا بسرعة يا شباب نوقف الفيديو لحظة وبعدين نكتب الإجابات الصح في الكومنتس أو في التعليقات اللي أسفل الفيديو. ودلوقتي هندخل على الاكتيفيتي نمبر 14 اللي هي بتتكلم عن ايه؟ record evidence like a scientist، يعني سجل الأدلة وكأنك عالم من العلماء. يعني ايه يا شباب؟ يعني الاكتيفيتي دي بيدي فيها سؤال، السؤال دوت بنجاوب عليه كل واحد بطريقته من خلال اللي هو فهمه في البريفيوس ليسونز او في الدروس السابقة، بيجاوب على السؤال دوت بطريقته. يعني ايه يا مستر؟ يعني السؤال ده او الاكتيفيتي دي ملهاش اجابة محددة، تمام؟ يعني ليها اكتر من اجابة صحيحة، كل واحد فينا ممكن يحلها بالطريقة اللي هو فاهمها. تمام يا شباب؟ انا باكد عليكم اهو، الاكتيفيتي اللي من النوع ده ما بيبقى لهاش اجابة واحدة، بيبقى ليها اجابات كتير ومعظمهم بيكون صحيح طالما انت بتتكلم عن الموضوع اللي بتتسأل فيه. طيب تعالوا كده نشوف ايه الاكتيفيتي دي وايه السؤال اللي عايزني اجاوب عليه. بيقول لي in this concept، في الكونسبت دوت you have learned a lot about wearing down and moving rocks، يعني اتعلمت معلومات كتير عن تكسير الصخور ونقل الصخور. بيقول لي now try to think like a scientist by writing your claim and your evidence and your scientific explanation about one of the main points of this concept through the 4 steps you have learned in the previous concepts. يعني ايه؟ يعني فكر كأنك عالم وابتدي اكتب إجابة على السؤال اللي هنسألك عليه، وتكتب لي إيه الدليل بتاعك أو الأدلة اللي أنت جمعتها، وكمان تشرح لي شرح علمي للموضوع اللي بنتكلم عليه من خلال ال4 خطوات اللي اتعلمتهم في الكونسبتس اللي موجودة قبل كده. طبعا ستيب نمبر 1 أو الخطوة الأولى بالنسبة لنا كان بيسألنا فيها اللي هو إيه؟ ذا question، اللي هو السؤال اللي المطلوب نجاوب عليه. بيقول لي how do wind, water and weather change earth's surface، يعني إيه؟ يعني ازاي الرياح والمية والتغيرات الجوية او المناخية بتغير سطح الكرة الارضية. والمفروض ان احنا نجاوب على السؤال ده في 3 خطوات. نكتب اجابة السؤال اللي بنتسأل عليه، نكتب الدليل اللي يؤكد ان الاجابة بتاعتنا مظبوطة، وبعدين نشرح شرح علمي للموضوع. تعالوا بقى نشوف كده الستبس ديت ونمشي عليهم واحدة واحدة. طيب هو دلوقتي بيقول لي ازاي الرياح والميه والتغيرات المناخيه بتاثر او بتغير في سطح الارض. هقول له ان الويند والووتر والتمبريتشر can break down and move and deposit the rocks through a group of steps. يعني ايه؟ يعني الرياح والميه ودرجه الحراره بيكسروا وبيحركوا وبيرسبوا الصخور في عدد من الخطوات او من خلال مجموعه من الخطوات اللي هم يا شباب الويذرنج والايروجن، صح برافو عليكم، والديبوزيشن. قال لي so the shape of earth's surface change over a long period of time، وعلشان كده شكل سطح الكرة الأرضية بيتغير على مرور الوقت أو بمختلف الأوقات اللي احنا بنشوف فيها سطح الكرة الأرضية، وده بيكون من خلال فترة زمنية طويلة. تمام كده؟ طيب تعال نشوف الخطوة اللي بعدها. my evidence، الدليل. ايه دليلك على اللي انت بتقوله؟ يعني ايه الدليل اللي بيقول ان الرياح والمية والتغيرات الجوية بيغيروا سطح الارض؟
قال لي the formation of sedimentary rocks in different mountains or limestone Nile Delta canyons sand dunes، يعني تكوين الصخور الرسوبية والصخور الجيرية والدلتا بتاعت النيل والكناينز اللي هي الوديان والساند دونز اللي هي الكثبان الرملية، كل دول دليل على ان حصل تشينج في الايرث سيرفيس. يعني ايه؟ حصل تغير في سطح الارض. قال لي all of these are evidence about weathering, erosion and deposition of rocks. يعني كل دي ادلة على الثلاث عمليات دول. تمام كده؟ طيب الساينتفك اكسبلانيشن، الشرح العلمي بتاعك للموضوع ده، هبتدي افصص له كل عمليه فيهم حصلت ازاي. بيقول لي ان الويند والووتر والبلانت روتس والتمبريتشر هيلب ان ويذرنج. انا عندي الرياح والميه وجذور النباتات ودرجه الحراره بتساعد في تكسير الصخور. طيب امال مين اللي بيعمل لها ايروجن؟ قال لي wind, water and gravity help in the transportation of small pieces of rocks, sand, mud to new areas. يعني الرياح والمية والجاذبية بتساعد في نقل الصخور الصغيرة والرمال والطين إلى مناطق جديدة. يبقى أنت في الخطوة الأولى اتكلمت عن الويذرنج، تمام؟ في الخطوة الثانية اتكلمت عن الإيروجن، صح كده؟ قال لي كمان الويند والووتر help in deposition of small pieces of rocks, sand, mud to new areas to change the earth's surface. يعني ايه؟ الرياح والميه بتساعد في ترسيب الصخور الصغيره والرمال والطين في مناطق جديده، وعلشان كده سطح الكره الارضيه بيتغير. دي كده بشكل بسيط ازاي نجاوب على الاكتيفيتي دي. والاجابات اللي انا كتبتها مش هي الاجابه الوحيده، ده في اجابات تانية تنفع تبقى صحيحه. هتلاقوا كل مستر او كل طالب بيجاوب بالطريقه اللي تعجبه او بيلخص اللي اتعلمه من الخمس دروس اللي احنا درسناهم مع بعض بطريقة مختلفة عن التاني، وكل الاجابات هتكون صحيحة. طيب يا مستر كده وصلنا لاخر اكتيفيتي معانا اللي هي الاكتيفيتي نمبر 16، اللي هي عبارة عن ايه؟ ريفيو يعني ايه؟ مراجعة. طبعا احنا بنشرح كل درس بالتفصيل الممل، صح كده؟ فانا مش محتاج اقعد اشرح كل دول تاني مرة تانية، تمام؟ عشان ما اضيعش وقت حضراتكم. احنا هنعمل ايه؟ دايما في الاكتيفيتي اللي من النوع دوت انا بسيب كل المعلومات المهمه تظهر قدامكم علشان حضراتكم وانتوا بتذاكروا بتراجعوا تقدروا تلخصوا المعلومات المهمه اللي جت في الكونسبت اللي احنا شرحناه. تمام كده؟ يعني دلوقتي انا هسكت خالص وهسيب المعلومات تتعرض قدام حضراتكم على الشاشه عشان تقدروا تركزوا على النقط المهمه اللي جت في كونسبت 4.1. ولحد هنا يا شباب هتكون حلقة النهاردة انتهت، وكده يبقى خلصنا كونسبت 4.1. بتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب اكون لخصت لكم المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.